كل العرب بهذا الانتصار، وطبعا نحن نعرف الملابس المغربيه لان المنتخب المنتخب المغربي السبب الله السبب ابراهيم خضراء اجابه تعلم من تحت طلع لنا اجابه. المنتخب المغربي سجل من كره ثابته وسجل من لاعب مفتوح، يعني قادر على ان كل الحالات ان يسجل فيها. شيء جيد يكون عندك حلول من كره ثابته، من الهجمات المرتده، من بناء الهجمات من الخلف. دائما قوة المنتخب كما قلت كيكونوا عندك لاعبين مهاريين، ممكن كما شاهدنا الهدف الثاني المهارات الفردية مهمة جدا. يعني في مثل مباريات كبيرة هنا اللاعبين الكبار كما قلت لاعبين مميزين، خصوصا اللاعب زياش عملية مراوغته عملية تمريرته للاعب بوخال اللي كان كذلك هو في التوقيت وفي المكان المناسب. الحلول دائما هي الحلول، عندما تعتصب احيانا حلول جماعية تأتي الحلول الفردية، واعتقادي فوز مهم كما قلت ومبروك ان شاء الله. حقيقة الهدف يعني ملعوب بطريقة ممتازة جدا، مهارة من زياش بالفعل. اكيد مهاره زياش حقيقه. لابد ان نشيد كذلك بالعمل حمد الله لانه كان اول ما لمس الكره بالراس. وانا هذا ما اقوله، التمريره ما قبل الاسيست، الاسيست الاول يعني صح. اسيست للاسيست، اسيست للاسيست، ثم عمل زياش مهاره الفنيه زياش بخلال تواجده في القائم الاول، تسديده بالرجل اليمنى، سجل الهدف الثاني، هدف اللي اراح المغرب ومنح 3 نقاط مستحقه. وايضا بخلال لمسه اولى ووضع الكره في الشباك وضمن فوز المغرب بهذه المباراه. هدف مقابل لا شيء، طبعا نتيجه اجمل من هدف مقابل لا شيء واوقع واكثر اقناعا.